خلينا نتفق ان الفيديو ده مهم جدا. نظم وقتك ورتب افكارك وشوف الدنيا هتوديك لفين. ومفيش حاجه صعبه على حد حاطط حلمه قدامه وهدفه قدامه وعايز يوصل له، واكيد مفيش حد يتمنى ان حياته تفشل. ازيك عامل ايه؟ النهارده جايين نتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا جدا، حاجه في الاغلب هتغير حياتك كلها، حاجه هي الاساس اصلا عن حياتك كلها. الحاجه دي انت لو غيرتها هتخلي يا اما حياتك في حته تانية خالص يا اما هتخليك زي ما انت. وهنا بيرجع الحوار ليك انت، شوف انت عايز تعمل ايه؟ عايز تغيرها فعلا ولا عايز تفضل زي ما انت او يمكن اقل كمان؟ الحاجه اللي احنا جايين نتكلم عليها النهارده هي الحاجه دي، هي انت اللي في ايدك انك تغير حياتك لحاجه تانية خالص، وانت اللي في ايدك انك تخلي نفسك زي ما انت اللي في ايدك ان انت تبقى في حته تانية وحته انت بتحلم بيها، وانت اللي في ايدك برضو انك تفضل زي ما انت ويمكن برضو اقل. فكر كده فيها، انت في كام حاجه كان نفسك تعملها وما عملتهاش اصلا؟ كام حاجه انت رتبت لها ان انت عايز تعملها وما عملتهاش؟ خلينا نتفق ان الفيديو ده مهم جدا، اما هيغيرك انت ويخليك تتحرك وتوصل لحته ثانيه انت بتحلم بيها، يا اما هيخليك زي ما انت قاعد مكانك. ففي الحالتين انت مستفيد، يا اما هتطور من نفسك يا اما تفضل زي ما انت قاعد. فكمل معانا الفيديو للاخر وخلينا نشوف. الاول وفي الاخر اي حاجه في الدنيا دي كلها مرتبطه بيك انت، اي فعل بيحصل فهو مرتبط بيك انت، واي رد فعل بيحصل فهو برضه مرتبط بيك انت، هو ناتج عن فعل انت عملته قبل كده. يعني خلينا متفقين ان اي فعل ليه رد فعل، انت بتكون متحكم في الفعل بتاعك، في نفس الوقت لازم تكون عارف رده الفعل هتكون عامله ازاي. من الاخر انت اللي ماسك حياتك كلها، اذا كانت حاجه بتحصل حلوه فهي بسببك، واذا كانت حاجه وحشه بتحصل فهي بسببك. بس خلينا متفقين انا مش جاي اهاجمك، يعني انا معاك في صفك مش ضدك، فاهم حاجه؟ بس تقدر تقول جاي احركك، فاهم؟ بدل ما انت قاعد كده ما بتعملش حاجه وفي دماغك احلام وخطط وحاجات لمستقبلك انت مش عايز تقوم تعملها. ايه السبب اللي مخليك مش عايز تقوم تعملها؟ دي حاجه انا ما اعرفهاش ولا حاجه انت كمان تعرفها. بس خلينا متفقين ان اي حاجه انت بتحلم بيها او اي حاجه انت عايز تعملها انت ما حلمتش بيها من فراغ، او انت ما حددتش ان ده هدفك من فراغ، فاهم حاجه؟ يعني انت عايز تعمل حاجه معينه علشان انت تقدر تعمل الحاجه دي. شوف احنا كام مليار بس كلنا ما عندناش نفس الهدف، كلنا ما عندناش نفس الخطه، وبرضه كلنا ما عندناش نفس الطريقه. فهدفك هو هدفك انت علشان انت اللي تقدر تعمله. طب اقدر اعمله ازاي؟ ببساطه شديده جدا انك تقوم تبدا فيه. طيب هتبدا ازاي؟ هو ابدا وخلاص، فاهم؟ يعني انت دوس وجرب وقع وقوم، فاهم الفكره؟ على الاقل هيبقى اسمك جربت بدل ما انت قاعد. يعني قعدتك مش هتفيدك بحاجه، فاهم؟ فانك تقوم وتجرب وتشوف الدنيا بتقول ايه، ده اكيد هيديلك خبرات، ده اكيد هيديلك تجارب، هيخليك تشوف انت ممكن تعمل ايه اصلا، هيفتح لك ابواب تانية عكس ما انت بتكون قاعد ما بتعملش اي حاجه خالص. مفيش حد بيجي يخبط على باب حد ويقول له خد رزقك اهو، او خد حلمك وهدفك اهو، او الحاجه اللي انت عايز تحققها اهي. مفيش حد بيجي يعمل كده. لو انت شخصك مش مهتم بالحاجه اللي انت عايز تعملها مفيش حد هيهتم لك مكانك، مفيش حد هيتعب ولا حد هيجري ولا حد هيدور على حاجه انت عايزها مكانك. فانت ايا كانت الظروف ايا كانت الدنيا اللي حواليك ايه هي، فانت لو عايز تعمل حاجه فانت لازم تقوم تتحرك علشان تشوف اصلا انت هتعمل الحاجه دي ازاي وهتوصل لها ازاي. درجات السلم دايما كتير، فانت مش هتوصل لاخر درجه غير لما تطلع درجه درجه، فاهم حاجه؟ ايا كان السلم عامل ازاي وايا كانت درجات السلم نفسها عامله ازاي، فهي اكيد عمرها ما هتكون سهله، علشان انت اصلا عايز تتحرك من نقطه تحت خالص لنقطه فوق خالص. فانت هيبقى صعب جدا تطلع، بس ده مش معناه انك ما تطلعش تفضل قاعد في مكانك، بالعكس ده يخليك اساسا تبدا تتحرك من دلوقتي، عشان كل ما الوقت يعدي عليك يبقى انت بتكتسب حاجه جديده، يبقى انت بتجرب حاجه جديده، يبقى انت بتشوف الدنيا في الحاجه اللي انت عايز توصل لها دي عامله ازاي. ويا عم لو فرضنا انك ما وصلتش خالص هيبقى برضه استفدت حاجه، هتقابل في طريقك حاجات هتفيدك في حياتك عموما. فايا كان حلمك او هدفك فهو حلمك انت، ومحدش فكر فيه بالطريقه اللي انت فكرت بيها، واكيد محدش عايز يوصل ليه بنفس الطريقه اللي انت عايز توصل ليها. فانت مش هتحلم بحاجه او يبقى هدفك حاجه الا لما انت تكون فعلا هتقدر توصل لها. المثل بيقول على قد لحافك مد رجليك، فانت اكيد مش هتحلم بحاجه اكبر من طموحاتك او اكبر منك عموما. انت بتكون شايف نفسك في حته معينه فانت عايز توصل لها. اللي انا بحلم بيه مش نفسه اللي انت بتحلم بيه ولا نفسه اللي غيرنا بيحلم بيه. كل واحد ليه حلمه، كل واحد ليه هدفه، عشان هو عارف ان هو يقدر يحقق ده. فانت مش مطلوب منك غير ان انت تسعى. الحاجه دي بقى سهله صعبه والله انت وحظك، الطريق ليها سهل صعب دي برضه انت وحظك. مفيش حد بينام ويصحى ويلاقي نفسه وصل. على الاقل اي خطوه تاخدها دلوقتي لو هي مش هتفيدك دلوقتي فهي هتفيدك بعدين. وخلينا متفقين ان قعدتك مكانك مش هتفيدك باي حاجه. فانت لو كنت ضيعت وقت كتير زمان في ان انت تبدا في حاجه انت كنت عايز تبدا فيها او حاجه انت عايز توصل لها، فانت تقدر دلوقتي تقوم وتبدا فيها وعلى الاقل تكسب وقت. وخليك عارف ومتاكد ان اي حاجه انت بتاخد فيها خطوه لقدام فهي لو مش هتوصلك فهي هتفيدك في حياتك وهتفيدك عموما في تجاربك وحياتك. وممكن يكون انت هدفك حاجه معينه وماشي في الطريق دوت، ربنا يفتح لك طريق تاني ويوصلك برضه لحاجه تانيه، بس ما دام هتسعى فانت هتوصل. ازاي وليه وامتى دي حاجات كلها بتاعت ربنا، بس اساسها والمتوقف عليها هو انت اللي في ايدك انك تغير حياتك كلها، وانت اللي في ايدك انك تخلي حياتك زي ما هي او للاسوء كمان. وعلى فكره مفيش حد بتفضل حياته زي ما هي يا اما بتتحسن يا اما بتقع لتحت خالص، واكيد مفيش حد يتمنى ان حياته تفشل. فانت لو كنت ضيعت وقت فانت في ايدك دلوقتي انك تقوم تاني. ومفيش حاجه صعبه على حد حاطط حلمه قدامه وهدفه قدامه وعايز يوصل له، هيجرب بدل الطريقه اقل لحد لما يوصل للحاجه اللي هو عايزها. هي كده احنا هنعيشها مره واحده، فلما نعيشها بالطريقه اللي احنا عايزينها ونوصل للحاجه اللي احنا عايزينها هيبقى لحياتنا قيمه وهدف عايزين نوصل له. هتحس ان الحياه ليها طعم بدل ما انت عايش كده ماشي وخلاص، يمين يمين شمال شمال. خلي ليك هدف
وقوم اتحرك علشانه، وقوم اسعى له عشان توصل له. نظم وقتك ورتب افكارك وشوف الدنيا هتوديك لفين.